بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهارده هنعمل السبانخ الخضراء بالطشه. مش قادره اقولك بقى على الريحه بتاعتها، ومش قادره اقولك كمان على الطعم. يعني لو عملتيها مره صدقيني هتعمليها على طول، خفيفه كده وطعمها حلو. ودي كده السبانخ بتاعتنا بعد ما حطينا لها الطشه وقدمناها في طبق التقديم. بنجيب بقى كده السبانخ. اول حاجه بتبتدي ان انت تنضفيها لو فيها ورقه كده بايظه او حاجه. بعد كده انا بحب اغسل السبانخ وهي كده سليمه. كمان معايا هنا كميه من الكزبره الخضراء، ودي اللي انا هستخدمها ان شاء الله مع السبانخ. انا بصراحه بحب ان انا اغسل السبانخ عشان ما نفقدش القيمه بتاعتها الغذائيه والحديد الموجود فيها، فانا بحب اغسلها كده عيدان. بغسلها وانقعها كذا مره. بعد كده هبتدي دلوقتي اخرط كميه بسيطه كده معاكم. طيب انا بجمع كده كميه من السبانخ كده جنب بعضيها كده، بحيث ان العروق كلها كده تبقى متساويه عشان تبقى سهله معاكي في قلب التقطيع. ممكن تقطعيها بالسكينه او بالمقص، بس هيكون اسهل لك كمان ان انت تقطعيها بالمقص. طيب بجمع كده الكمية وبحاول ان انا اجمعها كده جنب بعضها، ودي الكمية اللي انا مخرطاها، وهخرط بس كده حبة صغيرة. ببتدي ان انا اشيل الجذور بتاعتها اللي من فوق الاول كده، بركنهم على جنب مش عايزاهم. بعد كده تحاولي ان انت تقطعيها صغيرة، يعني على قد ما تقدري. خراطي يكون ناعم معاكي خالص، يعني كل ما تخرطيها ناعمة كل ما تكون معاكي النتيجة تكون كويسة ان شاء الله. بعد ما خرطت بقى الكمية بتاعة السبانخ، هبتدي اجيب بقى كمية من الكزبرة الخضراء. وببتدي كده ان انا برضك اقصقصها كده ناعم خالص. حابة ان انت بقى تخرطيها بالسكينة مفيش مشكلة، بس انا بقولك ان كده اسرع واوفر ليكي ان انت تخرطيها بالمقص. كده خلاص، بعد كده ما خرطنا بقى الكمية كلها. هبتدي دلوقتي احط حله على النار وحاطه فيها كميه من الشوربه، يعني تقريبا كده مجين من الشوربه، ما بتحطيش شوربه كتير. واهم حاجه لازم تكوني واخده بالك من الملح بتاعها، يعني تكون عادمه شويه ما تكونش حقيقه. وبعد كده اول ما بتاخد الشوربه غليان ببتدي انزل بالسبانخ والكزبره الخضراء اللي احنا مقطعينها. بديها كده تقليبه. بعد كده هبتدي ان انا بقى اسيبها لحد ما السبانخ تستوي. خلي بالنا ان السبانخ هنا بتستوي بسرعه، يعني ما بتقعدش كتير على النار. بس سيبيها كده وما تغطيهاش عشان ما تسودش معاكي. شايفين كده اديت هي كده ايه غلوه اهي، اديتها بقى التقليبه، وهبتدي ان انا اهدي على النار على الوسط. وهسيبها لحد بقى اما احس ان الورقه بتاعتي بقت مستويه كده. وبصوا شكلها حتى بيبان، تحس ان الورقه كده زي دبلت. وبصوا بقى كده بتبقى بردك باينه. هطلع لك بالمعلقه بتحسوا ان هي دبلت خالص كده. عرفت هي كده خلاص استوت. ببتدي بقى اجيب المفراك بتاعنا بقى بتاع امي، وببتدي ان انا كده افركها بالمفراك. طيب ممكن تعمليها بالهاند بلندر او تضربيها في الخلاط ضربة واحدة بس. ولو حبيتي تاكليها كده من غير ما تفركيها مفيش مشكلة برضه. هنا بحط كمية شوربة بسيطة لان انا مش عايزاها تبقى مصيصة كده بالشوربة. بديها هنا بقى فركة كويسة كده بالمفراك لحد ما انعمها خالص. مش متوفر عندك المفرك، حابه تعمليها في الخلاط، مفيش ضربه واحده بس خلاص هي كده بقت مظبوطه معايا. بديها كده غلوه. وهبتدي بقى كده هجيب طاسه واحط فيها معلقه، ربع معلقه من الزيت وقطعه من الزبده. اول ما تبتدي كده بس الزبده تسيح بنزل براس توم مفرومه كده ايه ناعم. وهبتدي ان انا كده احمر التومه دي لحد ما تاخد معايا كده اللون ذهبي. اهم حاجة ما تتكيش عليها في التحميرة عشان ما تمررش معاكي. اول ما توصل كده للون الذهبي بجيب بقى ايه حلة السبانخ، وابتدي ان انا اديها الطشة بتاعتها كده على طول. مش قادره اقولك بقى على الريحه بتاعتها بقى عامله ازاي. قلتلك اهم حاجه الشوربه بتاعتك تنفع اي بقى نوع شوربه موجود عندك، شوربه لحمه فراخ اي حاجه تنفع. بس اهم حاجه تخلي بالك بس من نسبه الملح. واديتها هنا رشه من الفلفل الاسود كده من فوق. بديها بس غلوه. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اقلب التومه كده الطشه اللي احنا عاملينها كده في قلب السبانخ. وبعد كده هبتدي ان انا اقدمها في طبق التقديم. وهتعرفي تغمزيها على فكره او تقدميها مع رز ابيض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.